السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. قصتنا اليوم بالمملكة العربية السعودية وتحديدا بخميس مشيط. في واحد اسمه جاه الله البشير ويحمل الجنسية السودانية. جاه الله البشير دخل السعودية بطريقة غير شرعية، دخل تهريب عن طريق البحر بسنة 1985. وبعد ما دخل السعودية قام يدور على شغل لغاية ما لقى شغل عند مرة عجوز، واشتغل عندها كراعي أغنام واستمر بالشغل لمدة أكثر من سنة. والمرة العجوز وأولادها وثقوا فيه. المرة العجوز كانت تثق بجاه الله البشير لدرجة أنه كان يعرف دخل العجوز الشهري والسنوي من بيع الأغنام، وبعد يعرف كم تاخذ من الضمان الاجتماعي. ومع مرور الأيام جاه الله البشير قام يتسلل داخل بيت العجوز، وصار يعرف وين تخفي فلوسها، وقدر يطلع له نسخة على مفتاح بيته. وهنا قام يخطط شلون آخذ الفلوس بدون ما يشتبه فيني أو أني أكون محل اتهام. فقرر انه يبلغ عائلة العجوز انه ضروري لازم يروح للسودان. قال لهم اهلي عندهم ظروف ولازم اروح اشوفهم، ولانهم كانوا يحبونه ويثقون فيه ما قدروا يرفضون له، فسلموا عليه وعطوه اللي باقي له من معاشاته مقدما، ولا يمكن بعد اكثر، وقالوا له توكل على الله. وفعلا تركهم وطلع. لكن جاه الله البشير ما طلع من السعودية أصلا، راح للقرى المجاورة الخميس مشيط يشتغل بالقرى، وظل على هالحال لمدة شهرين. وبهالشهرين كان قاعد يخطط الفكرة الشيطانية اللي هي شلون ياخذ فلوس المرة العجوز. بيوم من الأيام بالليل خلاص قرر إنه ينفذ خطته، فراح بيت المرة العجوز وكان يدري إنها بهالوقت كانت تنام. تسلل داخل البيت وكان بيده فاس، ودخل للمكان اللي تخفي فيه المرة العجوز فلوسها. فتح الصندوق وقام ياخذ الفلوس. وبهالوقت سمعت المرة العجوز صوت داخل البيت، فلما سمعت الصوت المرة العجوز بسرعة قامت وشغلت الأنوار. وهنا جاه الله البشير حس فيها، فعلى طول هاجمها بالفاس وقتلها، وأخذ اللي يقدر عليه من فلوس وذهب، وعلى طول انحاش من البيت. ورجع مرة ثانية للمكان اللي كان يشتغل فيه بوحدة من القرى القريبة من خميس مشيط. وثاني يوم الصبح حضر واحد من عيال العجوز، واستغرب ان امه مو برا، بالعادة بهالوقت امه برا قاعدة عند الغنم وقاعدة ترتب. ولاحظ ان الباب للحين مسكر، فالمسكين على نياته راح وفتح الباب، وهنا شاف الكارثة قدامه، امه على الارض وميتة والدم بكل مكان بالبيت. فعلى طول راح وبلغ الشرطة، وبعد ما وصلوا وفتحوا التحقيق جمعوا كل الأدلة اللي يقدرون عليها. بهالوقت جاه الله البشير استأذن من الرجال اللي كان يشتغل عنده اللي بالقرية آخر واحد، استأذن منه وقال له أنا لازم أرجع السودان، أهلي عندهم ظروف وما أقدر أخليهم لحالهم. فسمح له الرجال يروح، وفعلا جاه الله البشير ترك شغله وقدر يرجع للسودان بعد عن طريق التهريب عن طريق البحر، وكان معاه كل الفلوس والذهب اللي سرقهم من بيت العجوز. ووصل السودان بسلام. بهالوقت قامت الشرطة بالتحقيق مع أبناء المرأة العجوز وراعي أغنامها الجديد، لأن بعد ما مشى جاه الله البشير جابت راعي غنم جديد عندها، ولكن ما ثبت عليهم شيء. استمر التحقيق لفترة طويلة وما قدروا يحصلون شيء، وبالأخير قيدوا القضية ضد مجهول. وبعد 12 سنة وتحديدا سنة 1997 قدر جاه الله البشير إنه يرجع مرة ثانية للسعودية، طبعا بعد ما خلص كل فلوس، وإنه يدور شغل هناك مرة ثانية والذهب اللي سرقهم من العجوز. وبعد بنفس الطريقة دخل السعودية عن طريق البحر تهريب، وراح نفس المدينة اللي ارتكب فيها الجريمة اللي هي خميس مشيط. وبعد عاد نفس القصة، راح واشتغل عند مرة عجوز راعي أغنام، لكن هالمرة العجوز هذه كانت جدة واحد من أهم التجار بخميس مشيط، واشتغل عندها الفترة ما تتجاوز ال6 أشهر. ما طول عندها لأنه لما عرف منه حفيدها مرتاح وخاف، وكان دايم يشوف هالحفيد يزور جدته. وكم مرة حاول إنه يعرف كم فلوس العجوز، لكن العجوز كانت حريصة وما قدر يعرف شيء، عشان كذا تركها وراح يدور على شغل بمكان ثاني، لغاية ما لقى له عائلة صغيرة بقرية قريبة من خميس مشيط واسمها قرية العمارة أو العمارة. فراح واشتغل عندهم راعي غنم. فكانت الأسرة مكونة من أب وأم وولد عمره 16 سنة و3 بنات صغار. استمر بالشغل عندهم لمدة 3 أشهر. وبليلة من الليالي حصل نقاش بين جاه الله البشير ورب الأسرة عن التنظيف وتغذية الغنم، يعني صار بينهم نقاش عن الشغل. تطور هالنقاش وصار خلاف قوي، فعصب رب الأسرة هذا فطرد جاه الله البشير من البيت. فقام جاه الله البشير أخذ أغراضه وفاسه معه وطلع من البيت، حقد على رب الأسرة فقال لازم أرجع له وأنتقم منه. وفعلا هذا اللي صار، رجع جاه الله البشير للبيت وطق الباب ونادى الرجال إلى أن طلع له. أول ما طلع الرجال المسكين ضربه بالفاس على راسه،
فطاح الرجال بالأرض وتوفى. ولما سمعت الزوجة صراخ زوجها برا طلعت بتشوف إيش اللي صاير، وأول ما طلعت جاه الله البشير ضربها بالفاس على راسها فطاحت ميت. فسمعوا الأطفال صراخ أمهم وأبوهم، فولدهم اللي عمره 16 سنة أخذ خواته وخبى كل وحدة فيهم بمكان، وحدة خباها بالحوش ووحدة بالغرفة ووحدة داخل التنور. وبعد فترة راح يشوف إيش اللي صاير لأمه وأبوه، انصدم من اللي شافه، لقى أمه وأبوه طايحين على الأرض متوفين والدم بكل مكان. فبسرعة راح لأقرب جيرانهم وبلغهم بالقصة وتم إبلاغ الشرطة. أما البشير لما طلع من بيت الرجال راح باتجاه القرية اللي فيها المرأة العجوز جدة التاجر. بهالوقت حضرت الشرطة وسكرت مداخل ومخارج القرية لأنهم توقعوا أن المجرم للحين داخل المنطقة. والشرطة جابوا قصاص الأثر وتبعوا أثر البشير والحقوها لغاية ما اختفت عند وحدة من القرى. وفجأة اختفى أثر البشير بهالقرية، وجاه الله البشير قام يراقب الوضع لمدة يومين، وكان مقرر انه ينفذ جريمته وبيقتل المرأة العجوز جدة التاجر. وبعد يومين وبعد المغرب أخذ الفاس وراح للمرأة العجوز وكالعادة ضربها بالفاس وقتلها وسرق اللي يقدر عليه وانحاش برا البيت. وثاني يوم المرأة العجوز تأخرت داخل البيت وفقدوها جيرانها، فراحوا لها عشان يزورونها ويتطمنون عليها. ولما دخلوا البيت لقوا المرأة متوفية والمنظر كان مرعب. وقاموا الجيران بإبلاغ الشرطة، فتحرت الشرطة ولقوا رابط مشترك بين قتل العجوز والعائلة الصغيرة. الرابط المشترك إن البيتين اشتغل عندهم جاه الله البشير. وهنا بدأت الإشاعات تنتشر عن سفاح خبيث بشيط، وانتشرت مواصفاته، وقامت كل الأسر تاخذ احتياطاتها. الكل بالمدينة والقرى يتكلمون عنه، والكل كان خايف إنه يكون الضحية الجاية. وعرض التاجر حفيد العجوز مبلغ 100,000 ريال سعودي لأي شخص يبلغ عن جاه الله البشير أو يوصل الشرطة له. وصارت القضية قضية رأي عام وتتكلم عنها المملكة السعودية كلها. ما قدرت الجهات الأمنية تجيبه مع أنهم ما يطولون بالعادة بسرعة يجيبون المجرمين، بس جاه الله البشير كان عنده شيء غريب هو اللي خلى الأجهزة الأمنية ما تمسكه. وبعد 15 يوم تقريبا واحد كان مار من عند المقبرة ولمح شخص متخبي بالمقبرة. وهالمقبرة هذه كانت بمدينة أحد رفيدة اللي تبع تقريبا 5 كيلو متر عن خميس مشيط. ولما سأل عنه بعض الناس قالوا ان اللي قاعد بالمقبرة ساحر ويشتغل بالسحر. بسرعة راحوا بلغ الشرطة، قال لهم ان في شخص غريب تنطبق عليه بعض الصفات اللي نشرتوها عن سفاح مشيط قاعد بمقبرة أحد رفيدة. فبسرعة راحوا الجهات الأمنية وعلى رأسهم مدير شرطة خميس مشيط وحاصروا المقبرة عشان ما يقدر ينحاش. وفعلا تم القبض عليه وبصعوبة. يقولون مو طبيعي، كان يطامر من بيت البيت ومن سطح لسطح، وكان سريع والطاقة اللي فيه والقوة اللي فيه ما كانت طبيعية. فأخذوه وودوه مركز الشرطة. تم التحقيق معه وصارت مفاجأة داخل مكتب التحقيق. كان الضابط كل ما ياخذ القلم بيكتب أقوال جاه الله البشير يطيح القلم من يد الضابط وبطريقة غريبة، ويرجع الضابط يمسك القلم ويحاول يكتب من جديد وما كان يقدر، القلم كان يطيح. كانوا بكل بشير السفاح البشير. فشك واحد من الضباط ان البشير معاه سحر وفتشه. وبهاللحظة هجم جاه البشير على المكتب واخذ السكين اللي يفتحون فيها الظروف وحاول يطعن فيها نفسه، وكان بينتحر. لكن الشرطة قدروا يسيطرون عليه واخذوا السكين من ايده وفتشوا جسمه ولاحظوا عنده بروز بجسمه تحت الجلد غريب. فاستغربوا من الشيء الموجود تحت الجلد، فجابوا دكتور مختص وفتحوا الجلد ولقوا الحجاب اللي يسوون السحرة. وبالتحقيق معاه قال لهم ان هذا نوع من انواع السحر عشان ما حد يكتشفه. وبعدها اعترف بكل جرائمه. تمت محاكمته وحكم عليه بالقتل تعزيرا والصلب. وبسنة 1997 تم تنفيذ الحكم بالإعدام بساحة سوق خميس مشيط، وتم صلبه بالساحة لغاية الساعة 8 بالليل.